في بيان مشترك وبدون حروب أو دمار، المغرب يعود لحدوده الحقة. أما الكونغو الديمقراطية فتفضح نظام العسكر الجزائري ورعيته البوليزاريو ببلاغ حصري يؤكد أكذوبة حكام قصر المرادية. أما أخيرا سنختم بهذا الخبر: الجزائر تسارع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل موريتانيا. لمعرفة المزيد ابقى معنا للآخر. متابعينا الكرام، اهلا بالجميع في هذا الفيديو اليومي الذي نناقش من خلاله اخبار ساعه على قناتكم قناه المهاجر مع سفيان البرزوقي. نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده وفي احسن الاحوال، تكونوا كتقضيو هذا الفاتح من ماي في احسن الظروف. اولا كنستغلوا الفرصه باش نحييو كل العمال ديال العالم بهذه المناسبه ديال الفاتح ماي. دعوا البركه الى الاخوان والاخوات باول الاخبار اللي اختارنا لكم في هذه الحلقه. هذه حلقه مميزه غنتحدثوا على مجموعه من الاخبار، منها بيان مشترك اللي كما قلنا في التقديم يعيد المغرب لحدوده الحقه، يعني كذلك نتحدثوا على الرد ديال الكونغو الديمقراطيه على الاكاذيب ديال قصر المراديه وديال ميليشياتها المسلحه وصنيعتها اذا صح القول. فيه كل ما يثبت يعني ان هناك تلاعب بالمعلومات وتضارب في الحقائق. كذلك غادي نختموا الفيديو ديالنا بهذا الخبر من بعد ما سيطرات المملكه المغربيه الجزائر كتحاول تنقذ المواقف، وغادي نبداو على بركه الله بهذا الخبر: بيان مشترك لوزراء خارجيه دول الساحل يعيد المملكه المغربيه الى حدودها الحقه، بلا سلاح بلا حروب بلا حتى شي حاجه. راه خصك تكون داهيه باش تقدر توصل لهذه الانجازات. المغرب في الحدود ديالو الحقه وكيرجع للعمق الافريقي ديالو. سنوات وهما كيحاولوا يضربوا المصالح ديال المملكه المغربيه في افريقيا، سنوات وهما كيشتغلوا باش يبعدوا المملكه المغربيه على العمق الافريقي ديالها. فتصور معي بمبادرات بسيطه جدا بطبيعه الحال، امور اللي اشتغلت عليها المملكه المغربيه بكل عنايه في هذه الايام الاخيره، كيحاولوا الابواق ديالهم يبخسوا من هذه المبادرات هذه. والاكثر من ذلك في القنوات التلفزيونيه اللي شفت كاع المحللين ديالهم اللي كيخرجوا يبانوا فيها اش كيحاولوا يديروا، كيحاولوا يبعثوا واحد الرساله للدول ديال الساحل على ان المغرب عنده اطماع توسعيه وان هذا الكلام فارغ. المغرب يولي افريقيا اهتمام كبير، والمغرب التعامل ديالو مع الدول الافريقيه ماشي هو التعامل ديال الدورانات. بطبيعه الحال الجزائر غترد على هذا البيان بواحد التصرف اللي غادي يبين الانشقاق الحقيقي وغادي يبين تقسيم الجزائر الحقيقي، يعني كل ما تحمل الكلمه من معنى. نشوفوا يعني اشجار الرئيس الجزائري اللي كيبين على ان الجزائر الحدود الساعه مقسومه على اثنين بطبيعه الحال، الشماليه والجنوبيه، لكن الحقيقه هو ان المغرب قدر يكسب الدول الافريقيه بشعار رابح رابح بدون مزايدات، بدون تدخل في شؤون داخليه ديال الدول، الامر اللي ما قبلتوش الجزائر وبغات تبقى مسيطره على هذه الدول هذه وعلى المنطقه ككل. فبيان مشترك الاخوان والاخوات لوزراء خارجيه دول الساحل كيقول: المغرب لا يتدخل في شؤوننا الداخليه، واطلع عن الملك على المستجدات الدبلوماسيه والامنيه والدفاعيه. بهذا التحالف اللي داخله فيه المملكه المغربيه وداخلين فيه دول المنطقه ككل، المغرب نقدروا نقولوا وضع الجزائر في المكان ديالها. الجزائر اللي حاولت ترد على المغرب بواحد التكتل اللي فشل من اول لحظه ديالو، وفي المقابل ديال النجاح المبادرات المغربيه ككل. شنو هو باش كانت كتحاول الجزائر ترد على المغرب على هذه المبادرات هذه بالضبط؟ اولا حاولت ترد على المغرب بالمبادره ديال خلق يعني تكتل جديد ما بين تونس وموريتانيا وليبيا والجزائر، يعني بحال واحد ما يقال مغرب عربي جديد في المنطقه، لكن لم تستطع الوصول الى هذا الغرض. علاش؟ لان اولا موريتانيا واعلنت الرفض ديالها من اول لحظه. ثانيا ليبيا من بعد ما شافت ان الامور كتوتر في المنطقه ديال الساحل سلات نفسها كذلك وخرجت من هذا الامر هذا الغير مقبول بطبيعه الحال. فيما موريتانيا بنفسها واعلن الرئيس الموريتاني في قلب المملكه المغربيه صاحب جلاله الملك محمد السادس انه يندمج في المبادره المغربيه. ها هو الفرق ما بين الجزائر وما بين المغرب. علاش دابا الابواق ديال النظام العسكري الجزائري كيحاول يبعث بعض الرسائل الخفيه لدول الساحل، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما دخلتوه فعلا في دول الساحل، بعد ما استهدفتوا الحدود ديالهم عسكريا، واش دابا غادي يرجعوا دول الساحل؟ موريتانيا بنفسها ما قامش الجيش الجزائري باختراق التراب الموريتاني سابقا، ها هو الواقع الان يظهر كما يجب. فهذا البيان هذا كيرد المملكه المغربيه للحدود الحقه ديالها، حيث اصدرت وزاره الخارجيه لتحالف دول الساحل، وزارات الخارجيه لتحالف دول الساحل، بيانا مشتركا جرى نشره اثر لقاء كل من كراموكو جون ماري تراوري وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الاقليمي والمغتربين لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي لجمهوريه مالي، وبكاري ياو سانغاري وزير الشؤون الخارجيه والتعاون والمغتربين من جمهوريه النيجر بالملك محمد السادس 28 ابريل 2025. ورد في البيان ان الوفد عبر عن التقدير الكبير من طرف رؤساء دول الكونفدراليه الساحل للموقف البناء والموضوعي للمملكه المغربيه تجاه الاوضاع السياسيه في دول الكونفدراليه،
خاصة احترام المغرب لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. واغتنم وزراء الخارجية فرصة اللقاء لإطلاع الملك محمد السادس على مستجدات التقدم المحرز وآفاق العمل الكونفدرالي في مجالات الدبلوماسية والتنمية والدفاع والأمن وفق الوثيقة. جددوا التأكيد على انخراط الكونفدرالية، مهم جدا هذا الكلام، هذا الإخوان والأخوات، جددوا التأكيد على انخراط